بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت البسكريم. بسكوت سهل جدا وبسيط جدا وهنعمله بمكونات سهلة جدا وموجودة في كل بيت. معانا المقادير: نص كوباية من السمنة بقى تكون يعني احنا دلوقتي في الشتاء تبقى ساقعة كده وماسكة نفسها، مفيش مشكلة. لو السمنة عندك بقى سايحة ممكن تحطها في التلاجة شوية. حطيت عليها نص كوباية من السكر ونقلبهم مع بعض. سكر حبيبات عادي من اللي احنا بنستعمله في المطبخ او بنعمل بيه الشاي او اي حاجة. بعد ما قلبتهم مع بعض وبيض معايا، ننزل بنص كوباية من الزيت واتنين باكت من الفانيليا، يعني المواد الدهنية. يعتبر كده كوباية، نص كوباية زيت ونص كوباية سمنة. تمام كده. بدنا نقلب كده لحد ما يمتزج بقى المكونات مع بعضها، وتبقى مديانه اللون الفاتح كده والسكر بتاعي يبوش. نيجي بقى بالمواد الجافه معايا. كوبايه من الدقيق، حطيت كوبايه ونص من النشا، ونحط كوبايه معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر وذره من الملح كده بس. دي المكونات الجافه بتاعتي، مش هنحتاج غير كده. الدقيق بقى هنحط تدريجي، يعني حطيت كوبايه هحط كمان كوبايه، يعني المكونات كلها كوبايتين وشوية كمان. يعني انا هحط كوباية وبعدين كوباية، وبعدين نستنى نشوف كمية الدقيق اللي هنحتاجها تاني. هحط كمان كوباية اهوت. اهم حاجة وانت بتحطيها تنخليها كويس، علشان لو في اي تكتلات او اي حاجة تبقى منخول معاكي والدقيق يبقى كويس. حطيت الكوباية التانية. هنقلب بقى كده لحد ما كمية المواد الجافة تمتزج بقى في العجينة كده، وتبقى العجينة معايا ما تبقاش جابسة قوي ولا تكون مرقة قوي، يعني تكون العجينة معايا متماسكة ماسكة نفسها كده ومش ملزقة في ايدي كده. تمام. زي ما انتوا هتشوفوا قوام العجينة بتاعتي، قوام العجينة بتاعتي يبقى زي ما انتوا شايفينه كده ماسكة نفسها وكويسة معايا. هقسم بقى العجينة قسمين اتنين. العجينة بتاعتي مش منضاف لها اي سوائل خالص، يعني اللي انا ضفته هي الزيت والسمنة. لسه هنضيف بقى السوائل ده بقى بالتدريج. معايا العجينة بقى بعد ما قسمتها كده، هاجي بقى للنص اللي انا عملته هعمله كده يعني فاتح او بالفانيليا. هضيف بقى المية بالتدريج معلقة بمعلقة. ممكن تبدلي المية بالحليب، ده مفيش مشكلة، ممكن تبدلي المية بالحليب. نضيف بقى المية كده بالتدريج لحد ما تبقى العجينة معاكي تبقى ناعمة جدا وتبقى ما تشققش معاكي. لو لقيت العجينة بتاعتك بتشقق، ضيف المية معلقة بمعلقة برضو، يعني بالتدريج كده. لو انت سبت بقى العجينة، كانت العجينة في الاول زي ما انتوا شايفينها كده من غير ما احط مية خالص، كانت مديها للغريبة اللي احنا بنعملها في العيد. لو انا سبتها كده هتبقى ناعمة خالص، البس مش هيبقى بسكوت، هتبقى غريبة ومش هتعرفي تمسكي البسكوتاية. انما لو احنا بنضيف عليها المواد السائلة زي المية او الحليب، بتبقى البسكوتة ناشفة شوية ماسكة نفسها. تيجي تشيليها من الصينية او من الصاجة اللي انت بتخبزيه فيها، بتبقى يعني ناشفة معاكي. لو فضلت معاكي لتاني يوم او اي حاجة زي كده، بتبقى يعني ده مقرمشة معاكي من بره كده، بتيجي قرمشة وحلوة كده وتعرفي تاكليها، بيبقى ده بسكوت. انما لو انت سبتيها تبقى معاكي غريبة بالظبط، مش هيبقى فارق عنها الغريبة كده. تمام. نضيف بقى المية. حطيت الكاكاو معلقة ونص كاكاو على نص الكمية التاني، ونضيف بقى المية او السوائل بتاعتنا بالتدريج كده زي ما احنا متفقين مع بعض. ونختبر العجينة، لو لقيتيها بتشقق معاكي ضيفي مية، ما لقيتهاش بتشقق او ناعمة معاكي وطرية كده وحلوة بس ما بتلزقش، يبقى العجينة بتاعتك كده تمام ومظبوطة. نكور بقى العجينة بتاعتنا بالشكل ده. انا عايزة الكور بتاعتي ما تكونش كور كبيرة ولا تكون كور صغيرة أوي، يعني الحجم المناسب ليكي اعمليه. انا عملت الحجم كده. جبت 3 وحدات من الكاكاو و3 من الفانيليا، وحطيتهم كده جنب بعض زي ما انتوا شايفين كده. ونبتدي بقى نشكل البسكوتة بتاعتنا الجميلة ديت زي ما انتوا شايفين. نعملها كده بالشكل الحلو كده الظريف. ممكن بقى تحشيها شوكولاتة. انا بقى يعني حبيت ان انا اعملها اقتصادية بزيادة، فما يعني ما قلت بقى مش مهم بقى شوكولاتة، انا عايزاها سادة كده تبقى شكلها حلو. وبرضك تبقى عندك حرية الاختيار بقى، لو انت بقى ما بتحبيش السكريات قوي يبقى استكفي بالسكر اللي اتحط في البسكوتة بتاعتك كده. تمام. نعمل بقى كده نشكل زي ما انتوا شايفين كده الشكل، ويبقى الشكل معايا. اهم حاجه وانت بتكوريها ما تضغطيش عليها قوي ما تدعكيهاش قوي بايديك،
يا دوبك تلمي بيها بايدك كده علشان تديك الشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين عملتها كذا مرة معاكم اهوت عشان تشوفوها وتفضل معاكم يعني البسكوتة بالشكل الجميل اللي احنا عملناه ده. تمام كده، شايفين شكل البسكوتة جميل جدا وريحتها كانت تحفة جدا. بعد ما شكلت بقى الكمية بتاعتي ما شاء الله عملت معايا يعني حبة حلوين. ممكن بقى تضعفي المقادير زي ما انت عايزة. معايا بقى الفرن بقى، شغلت كده الفرن على درجة الحرارة بتاعتي 170 رف اوسط، يعني يكون معاكي الفرن سخن قبلها مسبقا. شايفين اللون بتاعها، لونه فاتح كده وجميل. ممكن انت بقى تسيبيه لو انت يعني ساعة ما تشوفيها لونت كده من تحت تروحي طافية بقى النار عليها ومطلعاه، حركيها بس من الصينية، والصينية بتاعتي مش مدهونة لأي مادة دهنية خالص عليها كده. شايفين البسكوتة كده ناشفة ومقرمشة كده من بره وحلوة جدا كده من جوه، يعني بسكوت ما شاء الله. تشربي بقى كده فنجان قهوة جنب البسكوت ده بيبقى طعمه جميل جدا. وطبعا احنا في الشتاء بنبقى بنحب الحاجات اللي هي المعجنات دي بقى كتير، وبنبقى بنشرب الشاي او القهوة بتاعتنا كده الصبح، عايزين اي حاجة ناكلها كده معسلة كده او حاجة كده فيها طعم الكاكاو، بيبقى طعمها جميل جدا. شايفين البسكوت بصراحة شكله جميل جدا والطعم بيتكلم عن نفسه. يعني ما شاء الله هتعمليه في دقايق، كوبايتين دقيق هتعملي كمية حلوة. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. استودعكم الله، مع السلامة.